ردا على البعض اللي يستفزون اخوتنا الاعلاميين من عشيرة عقيل. هذول الاعلاميين دائما ينشرون ناصر الغنام العقيلي، فتطلع اصوات وشخصيات نشاز تبقى تحاول تستفز ربعنا. هاي الكلمات اللي يقولون بها ياخذونها ويرجعونها بأن ناصر الغنام هو من هيت جابه على عقيل، شنو الربط؟ هذا هيتاوي انتم عقيل. فهذا من باب ثاني عندهم الحجة الثانية، يقولون هذا من مذهب وانتم من مذهب آخر. فهاي وربعنا واخوتنا دائما يردون وردهم كل البركة به، لكن مع الأسف ما جاء ياخذ مكانه من النفوس، ولا جاء ياخذ أثره كلام ربعنا من يحجون بالدليل. وإحنا أغلب ربعنا يحجون بالدليل، على قولة الإمام إحنا أصحاب الدليل أينما مال سوف نميل. فالعموم قررت أنزل بهذا المقطع وأعطي وأوضح للناس اللي ما أريد انتبه، لكن نوضح. أولا هيت هي منطقة أو مدينة أو ناحية أو قضاء تابعة للرمادي، يعني محافظة الأنبار. فهيت يعني مو قبيلة، هيت مدينة، اسم مدينة، وهو من سكنة هاي المدينة. فاكو فرق بين يتلقب باسم قبيلته وبين اللي يتلقب باسم مدينته. فناصر الغنام أغلب أصدقائه يلقبونه باسم مدينته، ما يلقبونه باسم قبيلته. مثلا نضرب مثل نقرب وجهات النظر، نقول نجيب لنا شخص سعودي من قبيلة عنزة، هذا العنزي السعودي يجي يحط بالعراق، فإحنا مرات نسميه العنزي، فلان ابن فلان العنزي. إحنا أهل العشائر نسميه العنزي إذا نعرف أصله عنزي. أما مجتمعنا ما عنده روح عشائريه ولا هاي، لا راح شو يسميه، يقول فلان ابن فلان السعودي، ينسبه لمن؟ ينسبه للبلده مالته، للمدينه مالته، للدوله التابع لها اللي ينتمي لها، للبقعه اللي عايش كان بيها. فناصر الغنام من هذا السبب تلقب بالهيتاوي، يعني من مدينه هيت، مو عشيرته هيت، منطقة قلنا هيت منطقة ترجع إلى محافظة الأنبار. هذا من باب ثاني. فالرجال إحنا ما ناسبينه، فالرجال هو اللي نسب نفسه إنه وإحنا نفتخر به. فهو الرجال اللي يتردد علينا، وهو الرجال اللي ينشر بصفحاته الرسمية والشخصية، هو اللي جاي ينشر ويقول أنا من القبيلة الفلانية. ثلاثة، هو جذوره وأصله من أصل أجداده من محافظة ميسان اللي هي العمارة، وأجداده اللي بنوا قلعة الصالح الموجودة بالعمارة، مو قلعة السكر. قلعة السكر بالناصرية لا، اللي عايشة بها عقيل لا، مو هاي. إنها قلعتين، قلعة بالعمارة بمحافظة ميسان، وقلعة بمحافظة ديقار الناصرية، اللي بالناصرية ساكنة بها قبيلة عقيل. قلعة بالعمارة أيضا ساكنة بها قبيلة عقيل، لكن أفراد. الثقل الأكثر اللي متعارف عليه بالناصرية، لكن هو من سكنة ميسان أجداده. وقلنا اللي هم أسسوا قلعة الصالح باسم صالح الغنام العقيلي، فهو فلان ابن فلان الغنام العقيلي، فهذول أجداده، لكن سكن بالأنبار. هذا من باب ثاني. يجي واحد يقول هو من مذهب ثاني وانتم من مذهب، هو رجال سني. انا ما احب هاي الالفاظ ولا اتخبل من أتى، لكن شو اسمه مرات تنجبر تحكي. هاي ما لها علاقه، سني شيعي القبيله ما لها علاقه. عندنا بعقيل ناس مسيح، وعندنا يزيديين، وعندنا شيعه، وعندنا مسيح، حتى عندنا يهود، ما لها علاقه. فكل واحد ومزاجه. انا اليوم مزاجي اليوم مسلم، غدا اريد اغير، اريد اصير مسيحي، فما لها علاقه. فنرجع ونقول هذا ما له داعي الكلام، هذاك سني، هذا شيعي، كل احنا تحت اسم
محمد رسول الله.